سؤال: علاش الدروب شيبينج يمشي في امريكا وفي تونس لا؟ هذا السؤال اللي تسأل لي كل يوم في الكومنتات، في المساجات، في السيسيون تاع الكوتشين، وكل مره نسمع ونضحك. مش خاطر السؤال غلط، اما خاطر الجواب مش هو نفسه اللي ماشي في بالك. والحقيقه اللي باش نقولها لك اليوم باش تغير نظرتك للسوق كومبليتمون. وهذا مش رايي ومش موتيفاسيون، باش نعطيك باللي شيف بالارقام اللي قاعد نشوف فيها كل يوم. كنت حاب تبدا دروب شيبينج في تونس، اول حاجه باش تسمعها من عند العباد: المارشي صغير، السوق نتاعنا صغير، بلادنا صغيره، برشا كونكورونس في المارشي نتاعنا، الناس ما عندهاش فلوس ما تنجمش تشري اون ليني، الدروب شيبينج ماتت في تونس، الاي كوميرس مات في تونس. وكان جربت قبل تخدمها الحكايه هذه وقصيت، راك قاعد تقول في كلام من الكلام هذايا. ونعرف السبب: كي تبدا وتلقى فماش ريزولتا، ولا تبدا وتعمل ايفور وما يجيكش حتى كوموند، اول حاجه باش تقولها المارشي هو السبب. المارشي ديما باش ترمي عليه الحمل وترمي عليه اللوم، باش تقول المارشي التونسي ماهوش حاضر للحكايه هذه. اما المشكله اللي 99% من المشكله ماهوش مربوط بالسوق جمله، اما مربوط بالطريقه اللي قاعد تخدم بها. وباش نوريك بالضبط كيفاش، قبل ما نبداو يلزم فهمك حاجه واحده: اش معناها السوق حاضر للدروب شيبينج؟ الناس في بالهم معناها فما برشا عباد قاعده تشري اون لين، والكلام هذا صحيح، اما ماهوش المقياس الوحيد في الحكايه. المقياس الحقيقي هو قداش يكلفك باش تخلط للعباد اللي يحبوا يشريوا. خاطر في اخر النهار الدروب شيبينج ماهوش بزنس نتا انك تبيع به برودوي، راهو بزنس نتا انك باش تاتيري به لاتونسيون. هذيك هي بزنس نتا اتونسيون. خاطر اللي يعرف يجيب لاتونسيون يعرف يجيب كليونات، واللي يعرف يجيب كليونات باش يجيب الفلوس وباش يربح. وهذا بالضبط اللي باش نوريك كيفاش تحسب وكيفاش يخليك تربح. فما كلمه واحده يلزمك تعرفها، وكي تعرف الكلمه هذيا باش تشوف كل شيء بعين اخرى. الكلمه هذه اللي هي CPM. الكلمة هذه لابريفيسيون تاع كوست بير ميل. طريقة أبسط قديش تتكلف البوبليكاسيون تاعك باش تظهر في أكاي متاع 1000 عبد، مش 1000 كليك، مش 1000 عبد دخل كليسيت، مش 1000 كوموند، أما 1000 عبد شافوا البوست متاعك في الأكاي متاعك. تو علاش CPM يحكم على كل شيء؟ خاطر المات بسيط برشا، الحساب متاعها الحكاية بالرسمي ساهل. كان في الموين كل 1000 عبد يشوف البوبليكاسيون تاعك فما واحد باش يشري كوموند واحدة من 1000 فيو، لوجيك رياليزابل على الآخر. كان CPM باش يطلع لك $25، البيعة قداش باش تكلف لك $25. وكان CPM تاعك $5، البيعة باش تكلف لك $5. وكان CPM تاعك $1، البيعة باش تتكلف لك $1. يعني نفس البرودوي، نفس الفانل، نفس الاد، قداش تتكلف لك الحكاية هذه الكل يحكم فيها سوم CPM. جوست CPM يتبدل، البروفيت متاعك الكل يتبدل معاه. CPM في الموين في امريكا وكندا يحوس في $25، ساعات يطلع ل40 50 ويخلط حتى $60 وقت اللي تبدا اخترت نيش فيها برشا كونكورون. وركز معايا، $60 جوست باش تطلع في اللاكاي نتاع 1000 عبد. مش $60 معناها 1000 عبد دخلك للسيت نتاعك، لا $60 جوست شافوها. و90% كان مش اكثر اللي هو يحوس 97% يسكروليو ومن با يقفوا فيها بوبليكاسيون. باهي ونرجعوا لتونس. تو CPM في تونس $1 في الموين، وساعات يطيح حتى للنص $. وشنية يعني هذايا بالضبط؟ كان عندك بيدجي نتاع $25 في النهار. في امريكا $25 هذوك ما يوصلوك للاكاي نتاع 1000 عبد. 1000 عبد يشوفوك، واحد منهم يشري، والبيعه قداش كلفت لك؟ $25. في تونس $25 هذوك ما يوصلوك ل 25000 عبد. 25000 عبد يشوفوك بنفس البيجي، وكان في الموين واحد على كل 1000 باش يشري. في تونس باش تلقى 25 كوموند من نفس $25. في امريكا كوموند واحده، في تونس 25 كوموند بنفس راس المال. وهذا ماهوش رايي، هذايا ما صحيح وارقام قاعد نشوف فيها كل يوم، ومش حتى في تجاربي برك، اما تجارب برشا ناس قاعده تخدم على امريكا وكندا وتونس. والCPM طايح هذايا موجود زاده في المغرب والجزائر نفس الفرصه بالضبط. اخر كامبين عملتها السيبل فيها كان امريكا وكندا، الCPM بالضبط طلع لي $27، والبيعه قداش تكلفت لي $25. الكامبين نفسها هزيتها وعملتها في تونس، نفس البرودوي، نفس الاد، نفس الفانل، جوست اللغه تبدلت، كانت انجلي ولات عربي. الCPM قداش طلع لي $1، والبيعه قداش تكلفت لي $1. 25 مرة أقل باش نجيب نفس الكليون. وهذا الشيء اللي خلاني من أول مرة جربت الدروب شيبينج في تونس نجح ديريكت، ومن أول برودوي جربته طلع برودوي غانيون وجيب برشا بيو. علاش؟ من CPM الطايح. خاطر من الآخر المات لهنا معايا الحساب يرجح كفتي أنا. تو نرجع للسؤال الأول: علاش الدروب شيبينج ينجح في أمريكا وفي تونس لا؟ والجواب الصحيح: الدروب شيبينج مش ما ينجحش في تونس خاطر السوق موش حاضر، أما خاطر اللي يخدم فيه بالمات الغلط والطريقة الغلط. خاطر تو سامبلومون
كومبليمون اسهل ب 25 مره. خاطر كي تفهم المات هذايا تعرف اللي السوق نتاعنا، السوق نتاع المغرب العربي اون جينيرال بالرسمي اقوى فرصه تو، وما تنجمش تقول عليه سوق صغير، اما راهو سوق رخيص، رخيصه برشا انك تبدا فيه تو. الناس يغزروا لتونس على اساس موقفتهم، والحساب يوريك اللي هذه فرصه ما تنجمش تتعاود. وفما حاجه اخرى برشا ناس ما يحسبوهاش، في امريكا الناس الكل تعرف الدروب شيبينج، الناس الكل تبيع اونلاين. شكون لي كونكورون تاعك؟ العباد الكل، وابار العباد الكل عندك امازون، عندك تيمو، عندك علي بابا. العباد اللي عايشه لهنا في امريكا وكندا عندهم لاكسي للي بلاتفورم هذوما الكل، واللي تحب ولا تكره اي برودوي باش تخمم فيه راه فما 100 قبلك قاعدين يبيعوا فيه، وراه موجود 1000 منه قاعد يتباع في اللي بلاتفورم هذوك. وفي تونس وفي المغرب العربي السوق مازال في بدايته، ما عندناش لا امازون لا تيمو لا علي بابا. العباد باش تجيب منشئين تبدا بسيدي وسيدك ويستناو شهرين فوا 4 وفوا 5 الاسواق اللي قاعده تتباع، حاسيلو مازال مسكر كومبليتمون بريس. والعباد اللي تعرف تبني فانلز بالعربي، والعباد اللي تعرف تعمل واتساب اوتوميشنز، والعباد اللي يعرفوا يستعملوا الاي اي باش يبنيو الكامبين نتاعهم، النمبر نتاعهم يتحسب على صوابع يد واحده. يعني انت تو ماكش باش تبدا تحاول تكسر في سوق ديجا ماتور، لا انت تو قاعد تحاول تدخل في سوق مازال في بدايته، والفرق بين الزوز كبير برشا. والشباك هذايا مش باش يبقى محلول برشا، ونحب نكون صادق معك في الحكايه هذه. بالرسمي الشباك ما يبقاش محلول برشا كي تبدا فرص جديده كيف هكايا. كي السوق باش يكبر السي بي ام باش يطلع، والكونكورونس باش تزيد، والكوست نتاع البيعه الواحده اللي تو يحوس في الان دولار والدولار ادمي باش يطلع برشا. والفانلز والواتساب اوتوميشن يوليو ما عادش لوكس، ما عادش حاجه باش تقوي بها المربوح نتاعك، يوليو كان ما تخدمش بهم ما تنجمش تعمل حتى مربوح. وهذا كما نقولوا بالورقه والستيلو كلام صحيح، مات وارقام نشوف فيها كل يوم. وهذا بالضبط اللي صار في امريكا قبل، وهذا كيف اللي صار في الاوروب، وهذا نفسه اللي باش يصير في تونس والجزائر والمغرب. وكان مازلت ما تعرفش القصه اللي وصلتني للدروب شيبينج من 550 دينار شهريا، تلقاني خليت لك اليوم تاع الفيديو في الديسكريبسيون لوطا ولا لهنا، خاطر الحساب هذايا ما غير القصه اللي وصلتني ليه ماكش باش تتحمس لها برشا. باهي والشيء اللي نحكي فيه هذا الكل ماهوش خاص بتونس برك، الجزائر نفس الحساب، السوق مازال في البدايه نتاعو، السي بي ام طايح على الاخر، والفيسبوك والانستغرام محلول في كل دار. المغرب نفس الحساب، 37 مليون نسمه، الاي كوميرس قاعد يتلانسا ويطلع كل عام، وكله كاش اون ديليفري، العباد تخلص الليفريزون وقت اللي تجيها، معناها الثقه ديما موجوده. وثقه الكليون مهمه برشا وقت اللي مازلت كي بديت، اللي هو باش يعطيك كريدت كارد لا ديبت كارد نتاعو، حتى كان الباج نتاعك مازال عمرها نهار عادي يعدي من عندك كوموند ويخلصك كان وقت اللي تجيه كوموند نتاعو، معناها بالرسمي بار طايحه على الاخر حتى كانك ديبيوتون مازلت كي تبدا فيه. شمال افريقيا الكل سوق فيه 120 مليون نسمه بريس، تو مازال في بدايته في الاي كوميرس ودروب شيبينج، والعباد اللي قاعدين يبنيو تو هما اللي باش ياخذوا البارتي الكبيره من السوق وقت اللي يترشق. تو لي شيفر قدامك، سي بي ام في تونس دولار واحد، سي بي ام في امريكا 25 دولار، نفس البيدجي 25 مره اكثر عباد يشوفوك في تونس. هذا ماهوش موتيفاسيون، هذا مات، حساب بالورقه والستيل. والمات هذا هو السبب اللي خلاني نبدا فيه، وهو نفس السبب اللي خلى الكليونات نتاعي يبداو فيه. وفي الفيديو الجاي باش نحكي لك على السبب اللي يخلي 95% من العباد اللي يبداو في الدروب شيبينج يوقفوا في اول 30 يوم، وعلاش الفشل نتاعهم مش دليل على فشل الدروب شيبينج، اما دليل على حاجه اخرى كومبليتمون تلقاها في الفيديو الجاي. كان معك صدق بن يوسف من تورونتو، وما تنساش السبسكرايب ونشوفك في الفيديو الجاي.